لو عايز تعرف ايه الكلمة اللي بتتكون من 3 حروف وفيها 21 نقطة، تابع معانا الفيديو. جحا الحكيم والمقلب العظيم من حواديت زمان. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك، وتقول لنا رأيك في التعليقات وتفعل زر الجرس. تبدأ الحكاية. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ولا يحلى الحديث والكلام إلا بذكر الله، وحدوا الله، لا إله إلا الله، ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كان في واحد اسمه جحا، كان متجوز من واحدة اسمها مرزوقة. مرزوقة كانت بتحب تنكد على جحا. في يوم من الأيام مرزوقة عمالة تفكر في أي موضوع أو أي حاجة تنكد بيها على جحا، لكنها مش لاقية. جحا بيسمع كلامها، جحا مش بيزعلها، وهي متغاظة جدا جدا، وتقول لنفسها وهي قاعدة بتغسل المواعين وبتفكر: جحا لما يجي من الشغل انا لازم انكد عليه عيشته، انكد عليه ازاي، انكد عليه ازاي. وبعدين لقيت حيلة، قالت بس مفيش غير الحيلة دي، اسأل جحا سؤال واقول له: لو انا تعبانة وبموت والحل الوحيد والعلاج الوحيد انك انت تتجوز عليا، هتسيبني اموت ولا تتجوز عليا؟ لو هو قال اسيبك تموتي، ساعتها انكد عليه عيشته، عايزني اموت، عايز يرتاح مني ويخلص مني. ولو قال لا انا انقذك واتجوز عليكي، اقول له ليلتك مش فايته، انت عايز تتجوز عليا ونكد عليه عيشته. قعدت مرزوقة وهي بتغسل المواعين تبتسم ومبسوطة وفرحانة، لأنها لقت الطريقة اللي هتنكد بيها على جحا. رجع جحا من الشغل، لقى مرزوقة قاعدة ومكشرة وزعلانة. راح جحا وسألها: مالك يا مرزوقة، زعلانة ليه؟ بصت له مرزوقة وقالت له: بص بقى يا جحا، أنا هسألك سؤال بس تجاوبني بصراحة. رد جحا وقال لها: اسألي اللي انت عايزاه. بصت له مرزوقة وقالت له: قول لي يا جحا، لو أنا تعبانة وبموت وعلاجي الوحيد انك تتجوز عليا، هتسيبني اموت ولا تتجوز عليا؟ قام جحا وصرخ بأعلى صوته وقال: كمين كمين كمين، السؤال ده فخ وكمين، انا ما جاوبش عليه. وطلع يجري جحا ودخل الغرفة بتاعته. دخلت ورا مرزوقة وقالت له: لا يا جحا، والله ما انا سايباك، انت لازم تجاوب على السؤال. جحا قال: انا ما ينفعش اجاوب، السؤال ده فخ وكمين. لو انا قلت هتجوز علشان انت تعيشي، ساعتها انت هتعيطي وتقولي لي: ده انا خسارة فيك وانت عايز تتجوز، ده انا كنت اتمنى اموت وانا مطمنة ان انت بتحبني ولا يمكن ابدا تفكر تتجوز عليا. ولو انا قلت انا مستحيل اتجوز وهسيبك، ساعتها هتقعدي تقولي لي: ايوه هتسيبني اموت، يبقى انت ما بتحبنيش، يبقى انت عايز تموتني، انت كان المفروض تعمل اي حاجة عشاني. مرزوقة وقفت قدام جحا وقالت له: بقول لك ايه، انا مش سايباك، انت لازم تجاوب. رد جحا وقال: خلاص انا هجاوب بس بشرط تجاوبيني انت الاول. لو انا اللي بموت وعلاجي الوحيد انك تتطلقي مني وتتجوزي واحد تاني، هتسيبيني اموت ولا تتطلقي مني وتتجوزي واحد تاني؟ ردت مرزوقة وقالت: انا المذيعة، انا اللي بسأل، قول بقى يا جحا الإجابة بتاعتك. رد جحا وقال: يا مرزوقة، يتعافى المرء بالبعد عن اللت والعجن والقيل والقال والأصل والفصل والهري والرغي والكاني والماني والسين والجيم، وقالوا وعادوا وشالوا وحطوا والحكاية والرواية. مرزوقة قالت له: يعني ايه الكلام ده يا جحا؟ رد جحا وقال: يعني انا كده كده مش هجاوب، انا عارف انت عايزة ايه. ردت مرزوقة وقالت له: خلاص يا جحا، بلاش السؤال ده، انا هسألك سؤال تاني. طيب قول لي يا جحا، لو انا ما كنتش اتولدت كنت انت هتعمل ايه؟
كنت هتتجوز واحدة تانية غيري؟ رد جحا وقال السؤال ده ما ينفعش يتسأل أصلا. لو انت ما كنتيش اتولدتي ما كنتش انا اتجوزت خالص. بصت له مرزوقة وقالت له لا يا جحا، مش هو ده اللي المفروض كنت تعمله. رد جحا وقال طيب انا كنت اعمل ايه؟ ردت وقالت المفروض بقى كنت انت تروح لامي وتسألها انا هتولد امتى. جحا قعد يصرخ ويقول كمين كمين كمين، كمان سؤال فخ وكمين. ردت مرزوقة وقالت له كمين ايه بس يا جحا، هو انت في المعركة؟ رد جحا وقال لها ايوه طبعا، امال الخطة اللي انت عاملاها دي ايه؟ مرزوقة قالت لجحا انت يا جحا عمال تلف وتدور ومش عايز تجاوب على الاسئلة بتاعتي. ده انت يا راجل من كتر ما بتلف وتدور عليا هتموت دايخ. مرزوقة قالت لجحا طب بقول لك ايه يا جحا، ماشي دلوقتي انا عايزاك تقول لي شعر، يلا سمعني شعرك يا جحا. رد جحا وقال انت النون والدال وبينهما كاف. زعلت مرزوقة وقالت له نكد؟ انا نكد؟ يا سلام عليك انت يا جحا، يا مخترع السعادة، يا صاحب الابتسامة الساحرة، يا فرفوش يا حلو انت، انا نكدية يا جحا؟ رد جحا وقال لا بصراحة بأمانة ربنا انت مش نكدية طول الوقت، ساعات بتنامي. ردت مرزوقة وقالت له يا جحا الحياة قاسية بدون زوجة. رد جحا وقال والحياة قاسية أكتر مع الزوجة. مرزوقة قعدت تزعق لجحا وقالت له انت يومك مش فايت، انت ظهرت على حقيقتك. انا كنت من زمان قلبي حاسس ان انت يا جحا مش على بعضك، وان انت شايف لك شوفة بره. انا لازم اربيك واوريك يا جحا. رد جحا وقال يا شيخة روحي ربي شعرك الاول. قالت له بقى كده يا جحا، طيب انا هوريك. شوف بقى يا جحا مين اللي هيطبخ لك الاكل، ومين اللي هيغسل لك هدومك، ومين اللي هينظف لك بيتك، ومين اللي هيهتم بتربية عيالك. رد جحا وقال لا يا مرزوقة، ده انا كنت بضحك معاكي. ردت مرزوقة وقالت له بعد ايه يا جحا؟ بعد ما سديت نفسي انا خلاص نفسيتي بقت وحشة وتعبانة. رد جحا وقال لها طيب انت عايزة ايه دلوقتي؟ ردت مرزوقة وقالت هات لي جوز غوايش وخلاص. رد جحا وقال وانا هجيب لك غوايش منين؟ ردت مرزوقة وقالت له اتصرف يا جحا. مرزوقة قالت لجحا اعمل حسابك يا جحا، دلوقتي انت هتخرج ومش هفتح لك الباب من غير الغوايش. تجيب الغوايش هفتح لك الباب يا جحا، وانا اوعدك اني مش هنكد عليك بقية الشهر. لكن اعلم يا جحا انك لو ما جبتش الغوايش وجيت خبطت على الباب هعمل لك فضيحة يا جحا، وهقعد اشتمك وازعق لك في وسط الناس واخلي كل الناس تتكلم عنك. رد جحا وقال طيب انا دلوقتي اجيب لك الغوايش منين؟ ردت وقالت له روح لصاحبك السلطان تيمور لنج، روح يا جحا احكي له نوادر وطرائف وهو اكيد هيعطيك اللي انت عايزه. هيقول لك تمنى عليا يا جحا، قول له عايز جوز غوايش. رد جحا وقال لله الامر من قبل ومن بعد. خرج جحا من بيته وراح الى قصر السلطان تيمور لنج، واستأذن من شهاب كبير الحجاب بالدخول. شهاب كبير الحجاب قال له ادخل يا جحا، السلطان مجتمع بالعلماء والحكماء واصحاب الرأي والبصيرة، خش يا جحا واقعد زي ما انت عايز. دخل جحا لقى السلطان قاعد على كرسي العرش، وجنبه الهيلة والهيلمان والجنود والأعوان، وفي ايده الصولجان، وحواليه الحكماء والعلماء والشعراء. جحا راح وحيا السلطان وقعد في مجلس قريب من السلطان. السلطان بدأ يسأل الحكماء وقال دلوقتي أنا عندي أسئلة عايزكم تجاوبوني عليها. من هو أغنى الناس؟ رد عليه حكيم الزمان وقال حكيم الزمان قال يا مولانا السلطان أغنى الناس من قنع بما عنده ولم يطمع فيما عند غيره،
وقف جحا واعترض وقال: هذا كلام خاطئ يا مولانا السلطان. السلطان بص لجحا وقال له: طب قول لي انت يا جحا، من هو أغنى الناس؟ رد جحا وقال: أحمد عز وأبو هشيمة ونجيب سويرس. بص له السلطان وقال له: ايه الأسماء دي يا جحا؟ رد جحا وقال: دول هيجوا في آخر الزمان، هم دول أغنى الناس. رد السلطان وقعد يضحك وقال له: يا جحا، أنا لا أقصد غنى المال، لكن أنا أقصد بغنى النفوس. رد جحا وقال: يا مولانا السلطان، الغنى غنى الفلوس. ضحك السلطان وقال: تمام يا جحا، خلاص يا جحا. بص السلطان للحكماء وقال لهم: أجيبوني على هذا السؤال، ما أسوأ 3 نساء في الدنيا؟ رد كبير الحكماء حكيم الزمان وقال: العنيدة والثرثارة والجاحدة. العنيدة اللي هي بتعاند في الحق، والثرثارة اللي ما بتكتمش سر أبدا، والجحدة اللي هي بتنكر المعروف. جحا وقف وقال: هذا كلام خاطئ يا مولانا السلطان. السلطان بص لجحا وقال له: طب قول لي انت يا جحا، مين أسوأ 3 نساء؟ رد جحا وقال: أسوأ 3 نساء في الدنيا، واحدة سمرة تصبغ شعرها أصفر، والاتنين الستات أصحابها يقولوا لها: ده جميل، ده حلو عليكي خالص. السلطان قعد يضحك وقال له: يا جحا، احنا دلوقتي بنتكلم في الحكم يا جحا. رد جحا وقال: أنا أبو الحكم وأمها يا مولانا السلطان. الحكماء بصوا للسلطان وقالوا له: مولانا السلطان، جحا مش راجل حكيم، جحا رجل ظريف ولكنه غبي. اتغاظ جدا جحا وبص للحكماء وقال: أنا اللي غبي ولا أنتم الأغبياء؟ تتحدوني وتبرزوني؟ السلطان قال: خلاص، كل واحد فيكم يسأل التاني سؤالين ونشوف مين فيكم اللي هيكسب. وافق كبير الحكماء وقال: احنا يا مولانا السلطان من اول سؤال هنجيب جحا في الارض. جحا قال: وانا يا مولانا السلطان بعون الله هكسب الحكماء. السلطان قال: مين اللي يبدأ، جحا ولا الحكماء؟ رد جحا وقال: طبعا الحكماء يبدأوا يا مولانا السلطان، دول لهم قدر كبير. كبير الحكماء وقف وبص لجحا وقال له: قول لي يا جحا، احنا الرجالة بنقول نعم، لكن الستات في بعضهم ما بيقولش نعم زينا بحرف العين، لكن بيقولوا نحم نحم. هل ده يا جحا ايه سببه؟ رد جحا وقال: اعكس حروف الكلمة واقراها بالعكس تعرف السبب. السلطان عكس كلمة نحم، قعد يضحك وقال له: احسنت يا جحا. اتغاظ جدا جدا كبير الحكماء وقال له: طيب خد السؤال التاني يا جحا، ليه اي تلميذ بيكره كلمة منهج؟ ليه يا جحا العيال بتكره المنهج؟ رد عليه جحا وقال: اعكس كلمة منهج واقراها بالمشقلب، بدل ما تقراها من اليمين للشمال اقراها من الشمال لليمين. كلمة منهج اقراها بالمقلوب وانت تعرف ليه الطلبة بتكرهها. السلطان جاب كلمة منهج في دماغه وبدأ يقراها بالمشقلب، طلعت جهنم. السلطان قعد يضحك وقال له: أحسنت يا جحا، أجبت بلا إجابة، وهذا قمة الذكاء يا جحا. رد جحا وقال: شفت يا مولانا السلطان، خليتهم هم اللي يجاوبهم علشان تعرف إن أنا حكيم وأحكم منهم كمان. أنا جحا الحكيم، ما أقعش أبدا في المقلب العظيم ده. أنا مراتي يا مولانا السلطان كانت عاملالي مقلب عظيم، فخ كبير، كمين حرب يا مولانا السلطان، لكن الحمد لله قدرت إن أنا أهرب منه. السلطان قال: الدور عندك يا جحا، اسأل الحكماء سؤالين. جحا رد وقال: حاضر يا مولانا السلطان. بص جحا للحكماء وقال لهم: احنا بنسمع على طول جملة من الستات تلاقيهم بيقولوا لبعض، كلهم يقولوا الرجالة كلهم زي بعض، الرجالة كلهم زي بعض. قولوا لي بقى، مين أول واحدة في التاريخ قالت
الرجالة كلهم زي بعض. الحكماء قعدوا يفكروا وقالوا مش معروف مين أول واحدة قالت الرجالة كلهم زي بعض. رد جحا وقال مش عارفين خلاص كده. ردوا وقالوا لا مش عارفين. رد جحا وقال أول واحدة قالت الرجالة كلهم زي بعض واحدة صينية، لأن في الصين كل الرجال شبه بعضها، ففي واحدة خطيبها سابها ومشى. بتبص كده كل ما تشوف واحد تفتكره، كل ما تشوف واحد تلاقي أي واحد في الشارع شبه خطيبها، فقالت لنفسها الرجالة كلهم زي بعض. حتى لما جاء واحد اتقدم لها برضه كان شبه خطيبها، وأبوها شبه خطيبها، وأخواتها شبه خطيبها، كل اللي موجودين من الرجال. فدي أول واحدة قالت الرجالة كلهم زي بعض. السلطان قعد يضحك، وكبير الحكماء قال هذا كلام لا يعقل وليس عليه دليل. هات سؤال تاني يا جحا عليه دليل. رد جحا وقال تمام، أنا أوافق. السؤال الثاني والأخير، قل لي بقى يا حكيم الزمان أنت وكل الحكماء، كلمة من 3 حروف فيها 21 نقطة تبقى إيه؟ الحكماء بصوا لبعض وقالوا يا مولانا السلطان، ازاي كلمة من 3 حروف يبقى فيها 21 نقطة؟ ده شيء مستحيل. رد جحا وقال اعترفوا بالهزيمة وأنا أقول لكم على الجواب والحل. ردوا قالوا يا مولانا السلطان، لو احنا اعتبرنا ان ال3 حروف دول حرف الشين عليهم 3 نقط، يبقى ال3 في 3 حروف، يبقى كده يا مولانا السلطان يبقوا 9 نقط. ولو قلنا ث وث وث، أكتر حرف في اللغة العربية عليه نقط هو حرف الثاء وحرف الشين، مفيش غيرهم يا مولانا السلطان، وعليهم 3 نقط بس. ازاي كلمة من 3 حروف؟ يعني لو احنا قلنا كلمة يبقى شين 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 3 حروف، يبقى كده 9 نقط. ازاي يبقى 21 نقطة؟ رد جحا وقال غلب حماركم، خلاص يعني انتوا مش عارفين. ردوا وقالوا يا مولانا السلطان هذا الكلام مستحيل. رد جحا وقال طيب، ولو انا قلت لكم على الحل الصحيح وفعلا كان في حل، يبقى انا مش غبي ولا حاجة، ويبقى انا راجل ذكي وليا عطية كمان من مولانا السلطان. ردوا قالوا نحن لا نحكم على مولانا السلطان، ولكن نشهد لك انك راجل ذكي. رد جحا وقال طيب، الكلمة اللي بتتكون من 3 حروف وفيها 21 نقطة هي كلمة نرد أو زهر. كلمة زهر 3 حروف، الزهر ده فيه 6 أوجه، وجه فيه نقطة واحدة، والوجه التاني فيه نقطتين، ووجه فيه 3 نقط، ووجه فيه 4 نقط، ووجه فيه 5 نقط، ووجه فيه 6 نقط. الزهر اللي احنا بنلعب فيه ده بتكون من 6 وجوه، لو انت عديت النقط اللي جواه هتلاقيهم بالظبط 21 نقطة، 6 و5 و4 و3 و2 و1، اجمعهم مع بعض هيطلع مجموعهم 21. يبقى كلمة زهر أو نرد كلمة متكونة من 3 حروف لكن فيها 21 نقطة. العلماء والحكماء قالوا جحا يا مولانا السلطان رجل ماكر وداهية. السلطان قال أحسنت يا جحا. رد جحا وقال أنا كنت جاي لك القصر يا مولانا السلطان علشان أقول لك على حاجة. السلطان قال له قول يا جحا. رد جحا وقال كل واحد يا مولانا السلطان بيجيب هدية وبيبقى فرحان بيها، وبيتمنى يشوف أثر الفرحة دي في اللي هو الشخص اللي هو جايب له الهدية. اللي بيشتري الهدية يا مولانا السلطان بيسابق اللحظات والزمن علشان يشوف أثرها وفرحتها على وش اللي هو عامل له المفاجأة وجايب له الهدية، فمحدش يكسف أي حد جايب هدية. وأنا يا مولاي السلطان مش هكسفك لما انت تجيب لي غوشتين هدية. ضحك السلطان وقال يعني انت يا جحا بتلف وتدور وكل ده علشان غوشتين هدية؟
جحا قال له: يا مولانا السلطان، اللي تؤمر بيه أنا أطيعك. رد السلطان قال السلطان: يا حكماء المدينة، ايه رأيكم في الكلام اللي بيقولوه جحا؟ حكيم الزمان قعد يفكر وقال: بس اوقع جحا في شر اعماله، اما شوف هيطلع من المقلب ده ازاي. حكيم الزمان بص للسلطان وقال: جحا يا مولانا السلطان عايز هدية. انت يا مولانا السلطان احنا شايفين انت تجيب له هدية اللي قال عليها. جحا طلب هدية من مقامه، ومقام جحا الغوشتين اللي طلبهم، وفي نفس الوقت لازم جحا يرد لك الهدية، وطبعا الهدية لازم تكون تتناسب مع مولانا السلطان وعظمة مولانا السلطان، فلازم يردها أضعاف 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 مضاعفة من الذهب. بص جحا وقال: ايه ده؟ انتوا بتورطوني مع مولانا السلطان؟ رد حكيم الزمان وقال له: مولانا السلطان لازم تعطيه هدية على قيمته. السلطان قال: وانا مش هرد للحكماء طلبهم. يا جحا انا هعمل معاك اتفاق، هديك مقامك يا جحا غوشتين، وانت تديني مقامي. هتعطيني ايه بقى يا جحا؟ رد جحا وقال: هعطيك يا مولانا السلطان كنز ما بيخلصش خالص. السلطان قال له: حكماء شاهدين عليك يا جحا، طب افرض ما جبتش الكنز اللي انت بتقول عليه وكمان ما بيخلصش؟ قال له: مهما تاخد منه يا مولانا السلطان لا يفنى ابدا. رد السلطان وقال: اشهدوا يا حكماء على كلام جحا. ردوا قالوا: شهدنا يا مولانا السلطان. السلطان قال: تمام يا جحا. نادى السلطان على خازن دار بيت المال وقال له: بسرعة تجيب لي غوشتين لجحا. وفعلا جاب غوشتين في علبة قطيفة وأعطاها لجحا. فرح جحا جدا جدا. السلطان قال له: يلا يا جحا هات الكنز اللي عندك اللي ما بيخلصش. رد عليه جحا وقال: يا مولانا السلطان أنا هعطيك القناعة، وبيقولوا القناعة كنز لا يفنى، ولا ايه يا حكماء؟ هل القناعة انتوا بتقولوا القناعة كنز لا يفنى ولا لا؟ رد الحكماء وقالوا: ايوه يا مولانا السلطان، فعلا القناعة كنز لا يفنى. وكانوا متغاظين جدا جدا لان الحكمة معروفة وكل الناس عارفاها، والحكماء ما يقدروش ينكروها والا هيطلعوا كذابين قدام السلطان وقدام العوام. السلطان سأل جحا وقال له: عايز أسألك سؤال قبل ما تنصرف يا جحا. بما إن الحكماء موجودين، إيه هي الحكمة اللي أنت ندمت عليها يا جحا؟ رد عليه جحا وقال له: يا مولانا السلطان، جدي مرة قال لي حكمة بس أنا ما سمعتهاش، ومن ساعتها وأنا ندمان يا مولانا السلطان. رد عليه السلطان وقال له: طب إيه هي الحكمة دي يا جحا؟ رد جحا وقال له: ما أنا قلت لك ما سمعتهاش يا مولانا السلطان، ما سمعتش أصلا جدي قال إيه، ومن ساعتها بعد ما جدي الله يرحمه ما توفاه الله وأنا بقول يا ريتني كنت سمعت الحكمة اللي أنت قلتها يا جدي. السلطان قال لجحا: حلال عليك يا جحا الغوشتين الذهب. رد عليه جحا وقال: يا مولانا السلطان أنا مش عايز في نفوس الحكماء يكون مني شيء. هل أنتم زعلانين مني؟ قالوا الحكماء: لا يا جحا، خلاص احنا مش زعلانين منك. رد عليهم جحا وقال: خلاص لو انتم مش زعلانين اعملوا لايك بقى، واللي ما اشتركش منكم في القناة يشترك. ردوا قالوا: مش فاهمينك يا جحا. رد جحا وقال: ايوه صحيح، ده المتابعين ان شاء الله هم اللي هيعملوا كده. جحا ساب القصر وراح الى زوجته وخبط على الباب. مراته قالت: مين اللي بره؟ رد وقال: انا جحا. مراته قالت له: جحا مين؟ رد وقال لها: ايه انت نسيتيني ولا ايه؟ افتحي، انا جحا. قالت له: عايز ايه يا جحا؟ قال لها: افتحي الباب يا مرزوقة. قالت له: جبت اللي انا قلت لك عليه؟ قال لها: طبعا. قالت له: جبت الغوايش؟ قال لها: ايوه جبت لك غوشتين ذهب. فتحت مرزوقة شافت في ايد جحا العلبة القطيفة، فرحت جدا جدا ووعدت جحا انها مش هتنكد عليه وهتمسك نفسها الى باقي الشهر. ضحك جحا وضحكت مرزوقة
وعاشوا الاتنين بعدها حياة سعيدة. وتوتة توتة فرغة الحدوتة. لو عجبتك دوس لايك، قول لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش تشرفنا باشتراكك في قناتنا التانية حكاية زمان. سلام عليكم.